نشوف مع بعض بعد اذنكم تقرير مع مرضى تم شفائهم ونرجع نبدأ الحوار. كان عندي أعراض، كان في إسهال شديد لمدة 3 أسابيع، كانت في سخونية تتراوح من 37 ل 40. ورحت كشفت في الحميات، ما كانش حد عارف يشخص المرض. بدأت ان انا اتجه للسفر، عملت تحليل اللي هو بتاع السفر، ظهر عندي الHIV. كنت رايحه بعمل تحليل في الوزاره، فلقيت ناس قاعده بتتكلم في علاج جديد لسه بيشوفوا الناس بقى بيجربوه كده، فقلت لهم طيب انا عايزه اوصل يعني الناس دي وكده، فقالوا لي محدش لسه خف والكلام ده كذب، وقعدوا طبعا ايه يناقضوا في الموضوع. قعدنا على الجهاز اللي هو الكومبليت CD، قعدنا على الجهاز دون، قعدنا فتره هناك كويسه في المستشفى الحميات العباسيه، كانوا بيقعدونا على الجهاز ده ساعه كل يوم. طبعا الدم بيمر عبر الجهاز وكده، وبيحصل عمليه التكسير وتحويل الفيروس لاحماض امينيه. في الفتره دي كان ممنوع ان احنا ناكل فيها بروتين، لان الفيروس زي ما الدكتور ابراهيم كان فاهمنا ان الفيروس بيتحول لاحماض امينيه لبروتين. 18 ساعه ونص، يعني انا اكتر واحده قعدت 18 ساعه ونص على الجهاز. اي مضاعفات والام من الجهاز مفيش خالص تماما خالص يعني. لا، وبالنسبه للبرشام كان بيحصل زي عمليه ليونه فبراز جامده تشبه الاسهال يعني، فكنا بنقول لهم يعني هم كانوا كل يوم بيكتبوا عننا، بيعملوا لنا فول اب، بيقولوا لنا ايه اللي بيحصل لكم يعني كل يوم. كلهم مشكورين اللي هم اخترعوا الجهاز، يعني يعتبر احنا خدونا من الحفره وحيونا الحياه باذن ربنا، بس يساعدونا اللي احنا نكمل حياتنا ونكمل مسيرنا وطريق حياتنا. يعني انا غير الاول بكتير طبعا، يعني لما كان عندي الفيروس انا كنت على طول محجوزه، تعب على طول باستمرار،